السلام عليكم خواتاتي، كي راكم الزينات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. انا الحمد لله. اليوم بعد الصلاه والسلام على نبينا محمد وبعد، بسم الله الرحمن الرحيم. جيتكم كما راكم تشوفوا فيديو جديد وروتين جديد، هو يعني كيفاش فوت نهاري تاع الصيام، واش طيبت خصوصا على الاكل. ركزت على الاكل واش طيبت باش نعطيكم فكره تنجموا تدوا حتى رمضان مبارك. اول حاجه بديت بها، ان شاء الله ربي يبلغنا بيان سور رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وبالصحه والعافيه ان شاء الله على كل امه محمد. بديت اول حاجه جبت كاع صوالح اللي كانوا في الكونجيلاتور اللي بغيت نخدم بهم، اللحم الكفته والسلق من الكونجيلاتور ديكونجلاو لي. هنا رميت اللحم نتاعي، حبه تاع بصل قطعتها عليه خليتهم يتقلوا، درت لي زيبيس اللي هي ملعقه نتاع الطماطم المصبره عليها رشه سكر، الملح، فلفل اسود، الكركم، الزنجبيل ورشه من القرفه. هادو كاع درت منهم شويه شويه، والثوم خصوصا الثوم ما ننساهش، وخليتهم يتقلوا مع بعضياتهم. وهنا قطعت البسباس نتاعي، قطعته كل حبه على 4. انا هنا درت هذه على 3، نتوما من الاحسن كل حبه على 4 باش تقعد شاده روحها. بعد ما طيب بعد ما شلتها مليح بيان سور نقيتها، قطعتها كل وحده على 4 ونديرها على هذاك اللحم نتاعي والبصل ولي زيبيس تتقلى معاهم. تدخلها البنه تاع القليان، البسباس كي تقلو هكا يطلق بنه شابه. وقطعت ثاني البطاطا كيما عودتكم. انا البطاطا نبغي نقطعها خشينه شويه ونديرها من البدايه، ما نضليش نحل ونضيف ونحل. اذا قطعتها كما راكم تشوفوا معايا. هاد الاداه شفتوا يعني تعجبني بزاف وراهي مساعدتني بزاف، قلت لكم زعما مليحه، راهي متوفره بارتو، من احسن تكون عندكم كامل في الدار. كما راكم تشوفوا عاود شللتها مليح مليح وقطعتها قطعه يعني طوال هكا وشويه خشين شادين رواحهم باش من نضيفها ما تفتتليش. والبطاطا نضيفها في الاخير كاع عند ما نمرق ونكمل نضيفها باش تبقى من الفوق. و بعد ما قطعتها كما راكم تشوفوا وليت للقدر نتاعي لقيته تقلى لي، خلطت مليح مرقته. الماء يكون من الاحسن تمرقوا على الجنب كيما هاك. والماء ديروا نيفو مع الصوالح اللي راكم دايرينهم، يعني ماشي تغطوهم كاع بالماء، نيفو معاهم. ودرت من فوق البطاطا نتاعي ودرت شويه زعفران اللي كنت نسيته في البدايه ما درتهش. وغلقت لاكوكوط نتاعي وخليتها طيب على نار متوسطه لمده واحد 40 هكا، ما بين 40 45 دقيقه. فتحت عليها من جهه واحده اخرى راني دايره الروز نتاعي، درت الماء يغلي، درت له ملعقه نتاع الزيت من الملح تاني باش ما يطيبش الروز صامت، باش ندير سلطه ماسيدوان. لكن عندكم هنايا الجلبان تنجموا تضيفوا تاني كروطه تقطعوها هذه بتيدي صغار وتضيفوها وتخلوها تغلي حتى الطيب. شلوها طبعا وبالماء بارد باش نستوبوا لها الكويسون تاع الروز نتاعنا. راه خليتها الروز نتاعي هنا يغلي ورحت نوجد الكيش نتاعي لاباطا كيش باش تريح شويه. كيما راكم تشوفوا هنايا ديت 2 كيسان نتاع الفرينه، الكاس الاول وهذا الكاس الثاني نتاع الفرينه. درت لهم ملعقه كبيره معمره مليح نتاع الدهان، يعني انا عمرتها حتى ما صابتها ليها وين تاع الزبده ولا الدهان. درت لهم 2 مغارف تاني تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. بديت نبسس فيها، ما لازمش هذيك الزبده والملح ما ننساوهش اكيد. الملح على حسب العجينه راس ملعقه ولا. المهم ما لازمش هذيك الزبده قاع تختفي، لازم تبقى هكا شويه قطع تاع الزبده تبان. ما تبسوهاش تبسوها حتى تدخلوا كاع الزبده نتاعكم في الفرينه، نو دخلوا شويه وشويه، خلوها هكا تحسوها في يديكم هكا تجيكم لاباط شابه. هذا هو السر نتاعها باش تنجح لكم. خلوا شويه قطع نتاع الزبده يبانوا هكا، يعني ما تذوبوهاش كاع. وكما راكم تشوفوا هنايا نجيب حبه تاع البيض نضيفها عليها ونبقى نلايم. هذه الحبه ما غاديش تلايم لي كومبليتمون كاع العجينه نتاعي، مي راح تلايمها شويه هذيك الحبه. بعد ما تلايمها شويه نجيب ربع كاس تاع ما يكون بارد، الماء نجيبه بارد ربع كاس نفرغه ونلايم العجينه نتاعي ونديرها تبرد لي، ومشي تبرد لي بليطو تريح لي. ندخلوها للثلاجه من الاحسن وخلوها تريح، غطوها بفيلم غذائي وخلوها تريح وما تعجنوهاش حذاري، فقط ليموها بصبع تاع يديكم هذا ما كان. خلوها تريح لو طون اللي انا نوجد صبالحي البصل نتاعي نقطعه، يعني نوجد لها لافاخ. نروح نحكم حبات على البصل نقطعها كما شفتوا معايا قطعه هكا دي غونديل بالطول ونديرهم يتقلوا في 2 ملاعق نتاع الزيت. نقليهم مليح مليح يعني ماشي حتى يتكرملوا، مي نخليهم يدبالوا شويه. بعد ما يدبالوا لي ندير عليهم هذيك اللحم المفروم نتاعي والسلق نتاعي. انا السلق هنا راه عندي طالق روحه، نتوما الا كان ما طالقش روحه يعني ديروه يفور شويه ولا ديروه هو الاول حتى يطلق روحه ومن بعد ديروا عليه الكفته. هنا عندي تاني نسيت ما قلت لكمش، بعد ما حليت لاكوكوط نتاعي بعد مرور 40 دقيقه هكا
الحمص كان عندي طايب، سي بوغ سا درته في الاخير. نتوما الا كان عندكم غير منفخ ديروه من البدايه وغلقوا. درت الحمص خليتها تغلي غليه 2 وطفيت عليها وخليتها دو كوتي. كما قلت لكم نولي هنايا للسلقه نتاعي، راه عندي كما راكم تشوفوا هنايا معصر مليح. نتوما الا كان عندكم شويه يعني خضر اوراق قطعوهم رقيق 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 وقلوهم هما الاولى مع البصل ومن بعد ضيفوا الكفته. درت الفلفل الاسود، درت الثوم، درت الملح وخلط مليح وخليته يطلق شويه، ما عاود نشف كاع من هذاك الماء. درته في الصحن وخليته يبرد على جهه حتى يبرد شويه باش نروحوا نكملوا العجينه، نكملوا الكيش نتاعنا. ورحت نوجد المايونيز اللي غادي نديره للماسيدوان تاعي. هنا ديت انا ربع كاس نتاع البن، ربع كاس تاع البن، درت له حبه تاع فرماج مثلثات، درت له ملعقه نتاع الخل، انا هنا ما عنديش الخل عوضته بعصير الليمون، درت له ملعقه نتاع عصير الليمون، رشه نتاع الملح، ما تكثروش الملح هداري وباسكو هنا تبغي رشه نتاع الملح بزاف. وتالي حبه تاع الثوم، انا نبغي البنه تاع الثوم، اللي ما تبغيش البنه تاع الثوم ما ديرش، واللي تبغي تاني معدنوس دير معدنوس. ودرت عليه نصف كاس نتاع الزيت، يعني الكاس اللي رفد 200 مليلتر درت ربعه البن ونصفه الزيت وميكسيت مليح مليح بالميكسور، يعني حتى تقال معايا الخليط ولا كيما راكم تشوفوا ولا ثقيل. وقد ما يبرد قد ما يزيد يشد روحه اكثر واكثر. واللي بغات تضاعف المكونات تضاعف كامل المكونات. هذه هي جبت السلطه نتاعي. الروز نتاعي بعد ما غلالي وطاب مليح شللته مليح مليح بالماء بارد وقطرته باش نستوبي له الكويسون تاعه، نحبس له الطياب نتاعه وما يتعجنليش. شلوه بالماء بارد وخلوه يبرد. وهنايا درت خلط السلطه نتاعي عادي، درت لها الطون، درت لها المايس وخلطها ونديرها تبرد في الثلاجه لو طون اللي يكمل كاع صوالحي. وهذه هي خواتاتي. ونولي للكيش نتاعي بعد ما العجينه ريحت لي واللافاخس بردت لي. تجيبوا ليمون تاعكم، اما هادو الصغار ولا الكبيرات، تدهنوها مليح بالزبده، تحلوا لاباط نتاعكم وتفرشوها في البلا عادي. السمك يكون رقيق شويه ما تخشنوهاش بزاف، تفرشوها وتقبوها مليح 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 بالفرشيطه. ومن بعد تجيبوا السلقه نتاعكم والكفته وكاع تفرشوها في الوسط. ولا باغي نسيت ما قلتلكمش بالنسبه لا باغي ندو 200 مليلتر نتاع الكريمه السائله لا كريم فريش، يعني ديت 200 مليلتر تاع لا كريم ليكيد. درت لها زوج حبات نتاع البيض، درت لها نصف كاس نتاع حليب، درت لها الفلفل الاسود، الملح والجبن المبشور. كان عندي انا جبن مبشور، وانتم تبغوا تضيفوا تاني جبن مثلثات، يعني فرماج تاع المثلثات تضيفوا الفرماج تاع المثلثات. انا كان عندي فرماج مبشور. نعاود لكم مكونات: 200 مليلتر تاع كريمه سائله، زوج حبات نتاع البيض، نص كاس نتاع الزيت، الملح، الفلفل الاسود، جبن مبشور، ونص كاس نتاع الحليب. ما كاش الزيت راني نخلط اليوم مانيش عارفه الصيام. نص كاس نتاع الحليب، 200 مليلتر تاع لا كريم ليكيد، زوج حبات نتاع البيض. وكل شيء الفيديو راه يبين كل شيء، راه مبين لكم اختكم راهي دايخه اليوم. خلطوا مليح 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 لاباغاي نتاعكم، واللي عندها الجبن تبغي تضيف معاهم الجبن تضيف معاهم الجبن، ما تنسوش الملح ما تكثروش بزاف، وفلفل اسود. وبعد جبت لاباط نتاعي. لاباط بعد ما تفرشوها تدخلوها للفرن، تخلوها 5 دقائق في الفرن، يعني لازم تشد روحها شويه 5 مينوت ولا 7 مينوت، تقلعوها وديروا لها لافاخس نتاعكم. هذا هو السر تاع النجاح تاني باش تجيكم مقرمشه وشابه من تحت. وبعد ما خليتها 5 دقائق في الفرن وشدت روحها شويه، جبتها ودرت لها السلق في الوسط، فرشته وفرشت فوقها لاباغي نتاعي ومشيتها مليحه مليح كما راكم تشوفوا. دخلتها طيب واحد 25 مينوت هكا تشدها لكم تاع الطياب. نتوما عسوها كل فرن وكيفاش، خلوها على نار متوسطه، ديروا البلان تاعكم في الوسط. بعد ما تشوفوها حمارت مليح من الاطراف تشعلوا طفوا عليها من الاسفل، تشعلوا من الفوق وخلوها تبدي واش راح تنتفخ معاكم غايه تشوفوها منتفخه، لكن بعد ما تجبدوها راح شويه تهود ماشي بزاف. وتجي بنينه، يجي بزاف بزاف بنين هذا الكيش. انايا خممت في التحليه، ما كان عندي لا حليب لا والو. المسيو تاعي معيط فيه شي الحليب شي الحليب، ما شاليش الحليب. خممت في تحليه سهله، قلت نعوضه بالماء ونشوف الريزلطه. جاتني صافا يعني مليحه تسلك. درت هنايا 3 مغارف نتاع الروز، نفختهم مليح مليح فيما يعني ملي بديت هما يتنفخوا واحد 3 سوايع ولا كل روز كيفاش. كاين اللي يتنفخ لي غايه وينطحن مليح، وكيما هذا قعد لي عفوا شويه حبات، ماشي بروبليم.
نفخته مليح في الماء. من بعد قست هذاك الماء مور 3 سوايع ولا قست هذاك الماء وشللته مليح ودرت له نص كاس تاع ماء نظيف ودرته يتنفخ. درته في الرحى في هذا الخلاط، ميكسيته مليح مليح حتى يعني تحليه حتى الماكسيموم. يعني نتوما ماذا بيكم تطحنوه مليح مليح مليح. درته في الكسرونه نتاعي، درت عليه 2 كيسان اللي يرفدوا 200 مليلتر. هادو 3 مغارف كبار تاع الرز درت عليهم 2 كيسان اللي يرفدوا 200 مليلتر نتاع الماء. ومن الاحسن حليب كما قلت لكم انا ما توفرش عندي، ما لقيتش شكون يشري لي ليسانسيال. وخليته يغلي. بعد ما درته يغلي وانا نحرك، ما نحبسش على التحريك، نحرك عندما يتقال معايا شويه درت له والسكر 3 مغارف نتاع السكر ما ننساهمش. عاد ما يتقال معايا شويه كما راكم تشوفوا ضفت له 7 قطع نتاع الشوكولا ولا 6 ولا اللي توفر عندكم شوكولا على حساب الرغبه. ضيفوا على حساب الرغبه الشوكولا وخلطوا مليح حتى تذوب كامل هذيك الشوكولا فيه. بعد ما تذوب الشوكولا نطف، وما لازمش تخلوه يتقال مليح مليح سينو يجيكم معجن ما يجيش شباب. خلوه هو هكا شويه سائل يعني بدا يتقال، طفوا عليه باش من يبرد يشد روحه ويجي شباب. وفرغته عادي في لي غامكان تاوعي ودرت له من الفوق نواه كوكو. نتوما ديروا وش اللي عندكم وش اللي توفر عندكم. ودرت له شويه تاع خوخ ولا بانان ولا كيوي ولا يعني ما ديروا والو ولا مكسرات ولا فريز ولا ليسونسيال. هذا الشيء يبقى عندكم نتوما. وهذا هو طاجين البسباس نتاعي جاني تحفه. خلوه يبرد